تحذير من أخطاء اختيار الألوان في التشطيب. مش كل لون حلو ينفع. اختيار الألوان في التشطيب مش مجرد ذوق أو لون عجبك في الكتالوج. نفس اللون في مكان ممكن يطلع فخم أو خانق حسب الإضاءة والمساحة وطريقة الاستخدام. وفي الفيديو ده هنتكلم عن أخطاء شائعة في اختيار الألوان، العلاقة بين الألوان والإضاءة، إمتى اللون ينجح وإمتى يفشل مهما كان شكله حلو. اختيار الألوان من أكتر الحاجات اللي الناس بتقع فيها غلط. تشوف لون عجبك في الكتالوج أو صورة على السوشيال ميديا تقول ده أنا عايزه، لكن في التنفيذ تتفاجئ إن المكان غامق، بارد، أو متعب للعين. الأخطاء الشائعة في اختيار الألوان. أولاً، اختيار الألوان من غير فهم طبيعة الإضاءة. أكبر غلطة ممكن تتعمل نفس اللون في إضاءة طبيعية غير في إضاءة صناعية. اللون اللي شكله تحفة في النهار ممكن يبقى تقيل أو كئيب بالليل. الألوان ما ينفعش اختيارها من غير ما تتراجع مع الإضاءة. تاني غلطة وهي الاعتماد على الكتالوج أو الموبايل. اللون على الورق غير اللون على الحيطة، والتصوير بيغير درجة الحدة والإحساس. لازم تشوف اللون على مساحة حقيقية وتحت إضاءة المكان نفسه بنفس درجة حرارة الإضاءة اللي هتتم في البيت. استخدام ألوان تقيلة في مساحات صغيرة. الألوان الغامقة مش وحشة، بس مش لكل مكان. غرفة صغيرة زائد لون تقيل بتساوي إحساس بالضيق. في مساحات كتير اللون الفاتح الذكي يطلع أفخم من الغامق. 4. مزج الألوان من غير انسجام. تحط لون حيطة غير لون أرضية غير لون أساس من غير ما يكون في ربط بينهم. النتيجة تشويش بصري ومكان مش مريح. الألوان لازم تكلم بعضها مش تتخانق. امتى اختيار الألوان ينجح؟ اختيار الألوان ينجح لما يتحدد بعد الإضاءة، يتناسب مع حجم الفراغ، يراعي طبيعة الاستخدام، يكون جزء من رؤية كاملة مش اختيار عشوائي. امتى الألوان تفشل؟ الألوان تفشل لما تختارها قبل الإضاءة أو من غير فهم طبيعة الإضاءة، أو تقلد صورة بدون فهم، تمشي ورا موضة وبس، ما تعملش تجربة على الطبيعة. ساعتها ولا دهان غالي ولا تشطيب فخم هيصلح الإحساس الغلط. الخلاصة، الألوان مش ذوق وبس، الألوان إحساس وراحة وتوازن. علشان تبني صح لازم تفهم إن اللون يا يريحك يا يتعبك كل يوم. طيب ولو الألوان محتاجة فهم والإضاءة محتاجة حساب، إيه بقى أكتر حاجة بتبوظ الاتنين؟ السقف المعلق، وده موضوع الفيديو اللي جاي.